أولى إعدادي. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بنحل يونت 7 عندنا من كتاب جيم. أنا بحل في بيج 14. خلاص كده تمام. الجرامر خلينا نبدأ. بسم الله. I space my grandparents last week and الإجابة هتبقى I visited. ليه يا مستر visited؟ لأن بيقول لي last week and ده past، ده ماضي بسيط. خلاص كده تمام، فأكيد هقول visited. اللي بعديها نمبر 2. بسم الله. خالد went to the park 10 minutes. خالد راح البارك، الجنينة أو الحديقة 10 minutes، من 10 دقايق ago فاتوا. طب ليه قلت ago يا مستر؟ اشمعنى قلت ago؟ لأن بيقول لي went في الباست في الماضي. فهمت كده قصدي أنا بتكلم في إيه؟ ركز في الجزئية دي. اللي بعديها بسم الله. dad space go to work yesterday. بابا راح العمل بتاعه امبارح. طيب مش دي yesterday؟ بالعقل كده يبقى doesn't غلط، don't غلط، won't غلط. yesterday ده past، ده ماضي، يبقى انا محتاج الفيرب يكون في الباست اللي هو الهيلبينج فيرب، ده الفعل المساعد، مفيش غير didn't، ده الفعل المساعد اللي في الباست في الماضي. فهمت كده قصدي؟ ادخل على اللي بعديها. what you do last weekend اللي فات عملت ايه؟ what did you do last weekend؟ ايه اللي انت عملته الويك اند اللي فات؟ نفس الفكرة ونفس اللعبة. ليه did؟ لان في الباست دايما مادام ماضي بكتب did، مادام ماضي بكتب was، مادام past بكتب were. خلاص كده تمام. او اضيف للفيرب دي او ed او ed. خلاص كده تمام. او يبقى الفيرب نمبر 2. يعني ايه يا مستر؟ يعني جو، الماضي منها ايه؟ went، فدي تبقى الاجابة. فهمت كده قصدي؟ يبقى دي الحاجات، الاشكال اللي تخليني اختار الماضي البسيط. خلاص كده حبايبي. اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. احنا 5، انا اسف. we space late، احنا كنا متأخرين for yesterday's meeting، الاجتماع امبارح. طيب مستر الطبيعي yesterday يبقى did، ده الطبيعي، ولكن الإجابة هنا غلط. يا دي النيلة، ليه يا مستر did غلط؟ مش حضرتك قايل ان الماضي باخد did؟ بس هنا مفيش فيرب، مفيش فعل، فبديل الفعل ده اختار where. يبقى بديل الفيرب be. be ده اللي هو ايه؟ اللي هو am، اللي هو is، اللي هو are، اللي هو was او were. طيب هنا انت عندك مفيش فعل، فاستحالة اختار did، فاخترت ايه؟ بديل الفعل were. اللي بعديها نمبر 6. بسم الله. when did we our last math lesson، آخر درس ماث لينا. when did we have، وهو حد يقول لي last في الماضي فاختار had. لا يا صاحبي، الفيرب infinitive عشان did. ركز واصحى وفوق، ركز واصحى وفوق. نمبر 7. they spaced the bus، الأتوبيس to the city last Sunday، الحد اللي فات، ده كده ماضي. last Sunday يبقى الإجابة takes غلط، take غلط، took صح، ده الباست، ده الماضي اللي هو فيرب نمبر 2 اللي كنت بقول لك عليه. ندخل على نمبر 8. بسم الله. who did you last night، يعني الليلة اللي فاتت. طيب كتير برضو يختار last night ده ماضي فيختار so، طبعا الإجابة غلط، مش so. ليه يا مستر مش so يا مستر؟ لأن did بتخلي الفيرب infinitive فاختار C. طيب ندخل على نمبر 9. بسم الله. he moved to a new city، لمدينة جديدة. did ولا was ولا is ولا does؟ طيب بيقول لك new city. بص بقى، لو هقول is انا اسف، عشان هي فلازم الفيرب هنا يبقى ing، فبالتالي غلط. يبقى is غلط ليه؟ عشان مفيش ing، ده الفيرب هنا infinitive. طيب بالراحة كده يا مستر، هقول was غلط برضو لأن الفيرب هنا مفهوش ing. اتبقى لي did واتبقى لي does، صح ولا لا؟ بقول لك انتقل لمدينة جديدة، معنى ذلك ان هو ايه؟ عمل الفعل ده. هل يعقل ان هو does present simple عمال ينتقل لمدينة؟ يعني هل يعقل واحد كل اسبوع يتنقل لمدينة جديدة؟ كلام مش منطقي. كل يوم حتى يا سيدي، كل سنة هقعد اعيش في بلد جديدة؟ كلام مش منطقي يعني. يبقى did he move to a new city؟ ايه ده؟ هل راح المدينة الجديدة دي، او هل راح المدينة الجديدة ولا هيقعد يروح؟ استحالة يعني، كلام مش منطقي. يبقى خلاص. طيب my uncle space at the sports center، مركز رياضي this afternoon يعني الظهر. طيب ده معناه ان عمي عمل ايه؟ هل عمي was at the sports center، هل كان في المركز الرياضي ده؟ طيب
ليه اخترتش هنا did يا مستر مع ان did في الماضي؟ هقول عمي did يعني عمي فعل مركز رياضي؟ استحالة. خلاص كده تمام. ندخل على اللي بعديها بسم الله. Did you space your uncle his jacket؟ gave ده في الباست. طبعا انا عندي هنا did، خلاص قلنا بنخلي الفيرب ايه infinitive، فالاجابه تبقى give. فالاجابه تبقى ايه give. I ate at home last night. I ate at home last night يعني ايه امبارح. طيب انت عملت ايه يا مستر؟ بي ده الباست من ايه؟ بي ده الباست من ايه يا مستر؟ مش الباست من ام. الباست من ايه؟ مش ام وايزو اهو. بي دي مش بي دي انفينيتيف. طيب انا عايز اقول last night يبقى was aware. يبقى تاني اهو بي ده الانفينيتيف. last night الماضي من بي ايه was aware. طب انت عندك اي يبقى الاجابه was. اخر مره بي الباست من بي عشان last night was aware يبقى اختار was عشان اي. خلاص كده. where اللي هي are. How space did your last trip to الفيوم؟ طيب how ايه؟ هل هنا في فعل يا مستر؟ لا مفيش، يبقى هو قايل was. ليه was last trip؟ رحلة واحدة فقط. خلاص كده تمام. ندخل اللي بعديها نمبر 4. My father يعني بابايا lives in a village عايش في قرية when he was 10 لما كان عنده 10 سنين. باينة قوي، يقول لك was ادي في الباست، يبقى هنا هكتب ايه؟ lived في الماضي. he didn't play tennis ما بيلعبش تنس. space week يبقى هقول ايه؟ last week. يبقى ليه last week يا مستر؟ الاسبوع اللي فات، عشان ده ماضي بيقول لي didn't. طيب my last English lesson اخر درس انجليزي ليا was ايه؟ ago an hour. لا يا مستر an hour ago من ساعة فاتت، لان ago بيجي قبلها الوقت، last اللي بيجي بعدها الوقت. خلاص كده تمام. يلا بسم الله ندخل على برضو البيج التانية في الجرامر. خلاص كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا انا بحل في بيج 28. خلاص كده حبايب قلبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. Do you like fruit؟ هل بتحب الفاكهة؟ I like fruit because it's good for me لأن هي كويسة ليا. بيقول لي أنا بحبها عشان هي كويسة ليا. يبقى السؤال إيه بالعربي؟ أنت ليه بتحبها؟ ليه يعني why. why معناها ليه، اللي هي لماذا. خلاص كده تمام. طيب نمبر 2. you like jazz؟ هل أنت بتحب الجاز نوع من أنواع الموسيقى؟ قال له no I don't like. don't like يبقى السؤال بدو. but I like pop اهو جاوب قال لك no I don't، ما قالكش am not مثلا. لو قال لك am not كنت اقول لك are مثلا. خلاص كده تمام. طيب نمبر 3 بسم الله. you watch the match yesterday امبارح. يبقى هقوم قايل ايه؟ do you watch؟ لا ده بيقول لي yesterday امبارح يبقى did. خلاص كده تمام. ندخل على اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. is the nearest show shop؟ هل ده أقرب محل؟ قال لي it's next to the museum ده جنب المتحف. معنى ذلك إن إيه؟ أين أقرب مكان للكوتشيات؟ محل للكوتشيات يبقى وير. خلاص كده، ما هي وير بتسأل عن الإيه؟ place. يعني إيه place؟ مكان. طيب do you go to school؟ هل رحت المدرسة؟ قال لي باي باص عن طريق الأتوبيس. يبقى إزاي بتروح يعني how اللي هي دي. how do you go كيف، ازاي. طيب will there space ordinary mobiles in the future في المستقبل؟ شايف will دي بتخلي دايما الفيرب infinitive. طب اني حاجه من دول infinitive؟ بي. يبقى ليه خلت الفيرب هنا infinitive يعني مصدر. ليه خلت الفعل في المصدر؟ عشان will. نمبر 7 time is the film. ايه وقت الفيلم؟ خليك ذكي. وين بتسأل عن الوقت بس ما ينفعش اقول when time. مفيش حاجة في الانجليش اسمها كده، لكن في حاجة في الانجليش اسمها هو تايم. يبقى وين بتسأل عن الوقت، ايوه انا ما قلتش غلط، بس ما ينفعش اقول وين تايم، امال بتقول ايه؟ وات تايم. خلاص. نمبر 8 هاو ماني سيسترز كم عدد الاخوات دو يو ايه اللي عندك؟ شايف كلمة دو يا صاحبي؟ لازم الفيرب هنا يبقى انفينيتيف. انفينيتيف لسه قايلين يعني ايه؟ مصدر، فاكيد هاز غلط، هاف صح لان ده المصدر، هات في الماضي، هافينج مش مصدر لان في اي ان جي. يبقى ليه يا مستر اخترت هاف عشان دو.
how did he ايه when he started school لما بدأ المدرسة بتاعته. بص يا حبيب قلبي، شايف did هتخلي نفس الكلام الفيرب انفينيتيف. يبقى انا اللي اتعلمته ان دو وديد بيخلوا الفيرب انفينيتيف. خد عندك كمان يا صاحبي ان داز بتخلي الفيرب انفينيتيف. فاقوم قايل الاجابه فيل. خلاص كده تمام. فيل يعني ايه؟ يعني يشعر او يحس. is your birthday ده عيد ميلادك. it's in ايه؟ May ده في شهر 5. طيب تسأل عن الوقت نفس الكلام، حليناها في تاني سؤال على ما، او في سؤال كنا لسه حالينه عندنا. اما بسأل عن الوقت بسأل بايه؟ قلت يا what time يا اما when. ساعتها حتى ما اخترناش اهي ما اخترناش وين تايم لان مفيش حاجه اسمها وين تايم، لكن في حاجه اسمها وات تايم. هنا وين بتسال عن الايه؟ عن الوقت. تايم متى، امتى. خلاص. طيب اللي بعديها بسم الله يا صاحبي. what space is you going to wear tomorrow؟ ايه اللبس اللي انت هتلبسه بكره؟ طيب يو يبقى استحاله اقول is، اكيد هقول ار، صح ولا لا؟ طيب how ايه do you go swimming؟ كم مره بتروح ايه تعوم؟ قال لي twice a week يعني مرتين في الاسبوع. خلاص كده تمام. مرتين في الايه يا صاحبي؟ في الاسبوع. مرتين في الاسبوع يبقى how often ان شاء الله. مرتين في الاسبوع يبقى how often ان شاء الله. طيب what will holidays يعني ايه الايه؟ الاجازات بتاعتك. قال له like in the future في المستقبل. شايف will كنت قلتها لك قبل كده يا صاحبي، لازم الفيرب يبقى infinitive. لازم الفيرب يبقى ايه؟ infinitive. فالاجابه هتبقى بي اهي، هكتبها لك هنا واضحه تاني. الاجابه هتبقى بي. ليه بي؟ عشان will بتخلي الفيرب infinitive. يعني ايه infinitive يا مستر؟ يعني في المصدر. يعني ايه infinitive يا مستر؟ يعني في المصدر. طيب نمبر 4 is it cold outside؟ هل الجو بره برد؟ قال له no لا it ايه؟ it isn't. طب معلش يا مستر اسال حضرتك سؤال، ليه كتبت is؟ ما هي it بتاخد was برضه، لان سالني باز. سالك باز الاجابه باز. خلاص كده يا صاحبي. ندخل على اللي بعديها نمبر 5. have you got a new jacket؟ هل انت عندك جاكيت جديد، او هل جبت جاكيت جديد، حصلت على جاكيت جديد؟ قال له نو اي ايه. نفس اللعبه في نمبر 4. مش انا قلت لك سالك هنا باز فكانت الاجابه باز؟ نفس الكلام. هو سالك بهاف يبقى الاجابه بايه؟ بهاف. واحط نوت عشان حاجتين، عشان هنا في نو وعشان قايل لي دي في نوت. وات تايم از ايت اهو. ايه هو الساعه دلوقتي او الوقت ايه؟ قال لي ايت كورتر باست 10. فيجي حد يقول لي يا مستر ما هي ايت بتاخد واز، ايه الغلط اللي فيها؟ الغلط اللي هو سالني باز، فلازم الإجابة تبقى في المضارع زيها is. خلاص كده يا معلم. كده الحمد لله رب العالمين 16 سؤال في الصفحة دي و16 سؤال في اللي فاتوا، يعني 32 سؤال. خلاص كده ربنا يسعدكم يا رب ويبارك فيكم. استنوني إن شاء الله في أسئلة الكلمات. سلام عليكم.